معلوماتي أنا من مصدر داخل الفيفا، معلومات من مصدر موثوق به، أن شركات الكبرى وعلى وشك التحديد شركتين ضغطوا على الفيفا باش يكون في المباراة النهائية ميسي وهذا بومبي لاعب الفرنسي، اللاعبين من باريس سان جيرمان. هذه المعلومة مؤكدة 100% أن شركات إشهار طلبت من الفيفا قبل انطلاق المباراة أنه لابد قبل انطلاق المونديال عفوا أن لابد يكون في المباراة النهائية، بمعنى آخر أرجنتين وفرنسا. وبالتالي ما قام به الحاكم المكسيكي، وهذا قلت، كان أمرا متعمدا أنه لم يحتسب ضربتي جزاء. وعلى أي حال الجامعة الملكية